السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايلكم فيديو جديد عن افكار مطبخيه، 10 افكار مطبخيه ان شاء الله هتنفعك في حياتك اليوميه وتسهل عليك وقفتك في المطبخ. زي ما متعودين كلها افكار ان شاء الله هتجيب نتيجه معاكي. تعالوا بينا نبدا الفيديو. قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تحطوا لي لايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه فيها، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نشوف اول فكره. اول فكره معانا هي ازايز الساقع والميه. بتبقى كلنا عندنا الازايز دي كتير في البيت ملهاش لازمه ومش لاقيين لها حاجه نستخدمها. اقولك على فكرتين ليها. اول فكره، هتقصي البوز بتاعها اللي فوق وتركبيه في اي كيس عندك، شعريه او رز او مكرونه او اي كيس مفتوح بالشكل ده. وبعد ما تخلصي هتروحي قافلاه وهتعينيه وتخزنيه، هيفضل عندك زي ما هو كانك حافظاه، ولا هيدلق ولا يجرى له حاجه. تاني فكره، نفس البوز ده ممكن تركبيه سلكة المواعين وتعلقي فيها اي حبل عندك وتقدري تستخدميها بكل سهولة. وبعد ما تخلصي هتعلقيها تقدري تستخدميها تاني في اي وقت. الفكرة اللي بعد كده، انت لو بتعملي رز وحسيت ان المية زادت منك، حطيه على النار زي ما هو وسيبيه يستوي، بس شيلي الغطا. لما ان انت تشيلي الغطا هيساعد ان كمية المية تتبخر الزيادة على قد ما تقدري، وبحيث ان الرز يطلع مش معجن، اللي هو يعني للدرجة ما هتلاقيه ان شاء الله مفلفل وكويس. بس انت سيبيه يستوي من غير الغطا، عشان الغطا ده هيساعد زي ما قلتلك ان المية تتبخر لفوق، المية زيادة، ورز ما يطلعش معجن معاكي. جربيها وان شاء الله هتعجبك. رابع فكرة معانا، وهي انتي لو بتعملي اي نوع بقوليات، اذا كان فول او ترمس او حمص او اي حاجة او لوبيا، انقعيها قبلها بفترة. هو المفروض وده الصح وده اللي الدكتور قاله، ان تنقعيها ليلة كاملة قبل الاستخدام. بس لو مش هتعملي كده يبقى مش اقل من 3 ساعات. وبعدين طول ما انتي نقعاه، اذا كان بقى فول او اي حاجة، تقعدي كل شوية تغيري المية عليه. يعني انا مثلا ده فول هعمله، والله يا جماعة انا عايز اقولكم ان ده رمى النص، ان هو كان في نص الطبق. انا كده خلاص نقعته ليلة كاملة، فهو رمى كده ده النص اهو. ايه فايدة النقع؟ ان الدكتور قال في مادة بتنزل من النقع ده، لازم ضروري يتنقع البقوليات ولو 3 ساعات قبل الاستخدام. دي حاجة تانية، هتلاقي الفولة بقت في التسوية معاكي، وفرت عليكي الغاز واستوت معاكي بسرعة بقى، لا هتضطري تحطي لها كربونات ولا اي حاجة من الحاجات اللي بتتحط. يعني انا مثلا هوريكم الفولة، بصوا حتى هي اتملت مية وشربت مية اهي، بصوا فتحت اهي، بصوا بقى طريقة ازاي تتكسر اهي. ده معناها ان هي مش هتاخد ساعة على البوتاجاز، فهتوفر معاكي في الغاز وتستوي معاكي بسرعة. طبقي الفكرة دي في اي نوع بقوليات، ترمس او حمص او فول او لوبيا او فاصوليا. عايزة اقولك ان في التسوية هتلاقيها خدت اقل من نص الوقت معاكي وهتكوني استوت بسرعة. وطبعا هي شربت ميه، فالميه نضيفه لان بنغيرها كل شويه، بنبص عليها ونغيرها، فاحنا ضامنين الميه اللي شرب الفوله نضيفه. وكده كده الميه اللي هتشربها على النار هي الميه اللي هتشربها هنا، فتشربها بره النار احسن واوفر ليكي. بصوا كده، دي الميه الباقيه اهي بعد ما طلعت الفول منها. ده دليل ان الفول كان في منقوع دايما في ميه نظيفه. انا غسلته الاول مرتين 3، وكل شويه انقعه واغير الميه، انقعه واغير الميه، بحيث ان الميه لو فيها ريم، فيها اي وساخ اي بهدله، يكون ايه طلعت معايا، اترمت يعني، وما ما يتشربش الفول اي ميه مش نظيف. وادي شكل الفول اهو بعد ما اتعمل. طبعا بقى ايه، سهل تسويته على طول، مش هياخد معايا وقت على النار. خامس فكرة معانا، وهي لو عايزين نفضي حاجة في علبة او برطمان او حاجة بقها ضيق زي دي كده، هنعمل ايه؟ هوريكم انا بعمل ايه. بجيب، بصوا العلبة كده اهي ماشي، ومثلا ده الطبق اللي انا هفضي منه، وبحط ايديا كده، بعملها زي ايه، شفتوا انتوا مزراب الحلة اللي طالع اليومين دول ده، بعملها زي، وبروح مفضية كده اهو، ومحلقة على الرز مثلا اهو. بصوا بصوا كده، مفيش ولا رزاية نزلت في الارض. طبعا الحبة الصغيرين دول انا بس عشان بصور، هبقى هنزلهم برضو اهو. بعد كده سهل ان هما ايه ينزلوا. طبعا الامر بتنفذ برضو على اي حاجة، يعني حتى لو ماسكة صينية برضو هتمسكي الصينية كده 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 وتحلقي عليها بايديكي كده، وكل حاجة هتروح نازل. ممكن لو مش عارفة تنزلي تعملي بايدك كده برضو،
هتلاقي الحاجه نزلت في ايدك، نزلت بسهوله من ايدك يعني، من غير ما تدلقي حاجه ولا تبهدلي الدنيا حواليك. طبعا برضو ممكن يتعمل في مكرونه، في عدس، في اي حبوب او اي حاجه ناشفه كده. ممكن اي حاجه عامه يا جماعه، مش شرط مثلا رز. انا بنفذ لكم الامر في الرز، وانا كنت بنقيه وقلت اوريكم الفكره بالمره. الفكرة رقم 6، وهو كلنا بنشتري فول طبعا، ولما بنيجي نشتريه بيبقى الكيس كده فيه حبوب الفول لسه بحالها. فانتي تبدأي تعملي ايه، تيجي وهو في الكيس تمسكيه تفعصي فيه كده اهو، كده. وهو في الكيس هيبقى سهل عليكي، بدل ما تقعدي لو ما عندكيش هراسة او تقعدي تعمليه بالكوبايه زي ما ناس بتعمل، فهو ده هيبقى اسهل عليكي. طبعا الكيس ده انا الفول انا ما بشتريش فول، انا اللي عاملاه، بس كنا بنعمل كده قبل كده يعني. وحلوه الفكره دي طبعا في الشتاء. لو عندك بقى، لو الدنيا ساقعه بقى هتدفيك، ولو في الصيف سيبيه يبرد شويه واهرسيه كله بايديك كده وانتي قاعده مثلا تتفرجي على التلفزيون، اديه لولادك يعملوه، هتلاقيه بصي وانتي بتعمليه تيجي تعملها تلاقيه سهل في العملان، ولا في حبايه معاكي مكلكعه. ده للناس اللي بتحبه مفقوس، انما في ناس بتحبه بالحبوب بتاعته، انا ما بحبوش كده. فانتي هتفعصي فيه لحد ما تلاقيه كله بقى ايه، الحبوب كلها اتهرت معاكي، وهيبقى سهل معاكي في التسويه على طول، من غير بقى ما تقعدي تعمليه بكوبايه او بهرسه او باي حاجه. جربيها وان شاء الله هتعجبك. ايه الفكره اللي بعد كده، لو انتي بتعملي الرز ومش عايزاه يعجن منك الرز، كل ما قلبتيه قبل ما يغلي عمره ما هيعجن، بالعكس هيطلع مفلفل. الرز يعجن امتى؟ لو فضلت تقلبيه بعد ما غلى كده وشرب الميه، انت كده بتكسري فيه وبتعجني فيه. انما الرز كل ما قلبتيه وهو لسه ما غلاش على النار في الميه بتاعته، عمره ما هيعجن منك، بالعكس ده انت كده بتوزعيه في بعضه، بتحسي ان هو يشرب الميه كلها، بتقلبي وبتوزعي الميه فيه كله، فكده هيطلع مفلفل وزي العسل كده. زي جربيها وان شاء الله هتعجبك الفكره. الفكرة اللي بعد كده هتنفعك جدا، وخصوصا لو انت ام وعندك اولاد بيروحوا المدرسة، والمكان اللي بيجيب بيع فينو بعيد او مش بتقدري تنزلي كل يوم، هتفتحيه عادي زي ما بتفتحيه، ماشي. وبعدين هتروحي حاشياه الحشو اللي انت عايزاه. يعني مثلا انا حطيت هنا في حلاوه، جبت فينو الاسبوع، لان انا ابني بياكل هو رغيفين والحمد لله، وساعات مش بيكملهم، فبجيب الفينو بتاع الاسبوع اللي هو ال10 واحطهم في الكيس، واروح قصدي فاتحاهم وحاشيه بقى الحشو اللي انا هحشيه، واروح عيناه في الكيسه هنا كده، واقفل عليه جامد واخرجه من الهواء، ماشي. هو ده مجمد على فكرة. وكل يوم اصحى الصبح اطلع 2، كل يوم اطلع 2 على ما بيوصل الحضانة. بيكون رغيف الفينو ممكن تقطعين صوص لو عايز، بيكون رغيف الفينو كأنه لسه جاي من الفرن، ولا تسخني ولا تعملي. جربي الفكرة وان شاء الله هتعجبك. وتقدري تعملي الحشو ده مع او الفكرة دي مع اي نوع عيش بيتحشي، حتى العيش البلدي وكده برضو. انا كان نفسي اوريهولكوا وهو بارد. بص انا بس لسه مطلعاه ما بقالوش ربع ساعه، بدا يفك شويه اهو. هتلاقيه زي ما هو كانك لسه جايباه. بس ده اول ما تعمليه، الله اكبر الله العظيم، لازم قدام لله، لازم تعمليه اول ما تجيبيه على طول من الفرن، وتعينيه على طول، علشان لو ركنتيه شويه هيتكسر وهيبوظ منك بعد كده. جربي الفكره وان شاء الله هتدعي. عندك شويه رز بايتين ومحتاره تعملي فيهم ايه، وجيتي عملتي تاني يوم الرز الصابح، طب والرز البايت هنرميه؟ لا مش هنرميه، هقولك انا هتعملي فيه ايه. طب ممكن تقولي هتسخنيه، بس انا هقولك على طريقة هتسخنيه بيها ومش هيتعرف انه بايت لو عيالك ما بياكلوهوش. هتجيبي الرز البايت وهتروحي عاملاه مفلفلاه كده، بصوا على وش الرز ده، رز لسه بيتعمل النهارده، مولعه عليه ويا دوب الميه اتشربت منه. هعمل ايه، هوزع كده كميه الرز اللي متبقيه في الحل عليه اهو. بس المهم ان يكون في مكان في الحله ليه اهو، وهو هيستوي او هيسخن على بخار الرز التاني كده. وبعد ما يسخن بجد بجد مش هيتفرق بقى عن الرز اللي لسه معمول. وانتي حطي ده في ده، دواكي ده في ده، مش هيبان. جربوها وان شاء الله هتدعولي.
كده نكون وصلنا لحد الفكرة العشرة والأخيرة. طبعا متعودين ان انتوا لو ما اشتركتوش في الفيديو تشتركوا فيه علشان ما يتفوتوش اي معلومة. وبكده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو مش تنسيني بتحطي لي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. واي سؤال أنا تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.